أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا ولنبذل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موضوع جديد في حلقة من برنامجنا من هنا نبدأ. اليوم إن شاء الله حنتحدث في موضوع القديم والمتجدد. موضوعنا اليوم أبنائنا وتحديات المهجر. هذا الموضوع موضوع كبير جدا، وموضوع يمكن كل المجتمعات وكل الأسر في العالم تعاني من هذه الإشكالية. ونحن يمكن في كثير من البرامج قدمنا في برامج أطفال إريتريا في المهجر، وكنا بنقدم محاضرات حقيقة لأولياء الأمور، لكن استوقفتنا كثير من الأسئلة والمناقشات اللي كانت تحدث بيننا وبين الشباب، بيننا وبين أبنائنا اللي يعيشوا في كافة بلاد المهجر. وكان هذا تقريبا مخرجات اللقاء والنقاش، أنه نحن لابد أن نتطرق لموضوع من زاوية مختلفة، من منظور آخر، من جوانب أخرى لهذه التحديات. يمكن كثير من أولياء الأمور هم يعيشوا هذه المشكلة، ويمكن قدمناه في زي ما ذكرت في المحاضرات، لكن ماذا عن أبنائنا؟ من الذي يشعر بمعاناتهم بتحدياتهم؟ من الذي يقدم لهم يد العون؟ من الذي يعني يمكن يكون هو داعم أساسي لأبنائنا؟ فيكون موضوعنا اليوم نناقش هذا الموضوع من زوايا مختلفة، من وجهة نظر. حيكون في جوانب كثيرة، لكن كعادة برنامجنا إن شاء الله حتكون سلسلة من المواضيع، واليوم حنبدأ فيها بأول موضوع، نبدأ في ما يتعلق بأبنائنا. في البداية نحن لما بدأنا رحلة الهجرة، بدأنا رحلة السفر والبحث عن حياة أفضل، ونحن خرجنا من بلادنا، حملنا في حقائبنا الكثير، ليس فقط الملابس أو الاحتياجات الخاصة بنا، يعني يمكن أحيانا تكون في أشياء تتعلق بأشياء تتعلق في احتياجات، يمكن نوع من الأنواع المواد، أو يمكن كثير من الأشياء ما موجودة في البلد اللي نحن نهاجر فيه، لكن بالمقابل أخذنا معانا في حقائبنا الكثير من تجاربنا، الكثير من عاداتنا وتقاليدنا وقيمنا وخبرتنا اللي فيها جانب سار وفيها جانب محزن. فكانت الرحلة ليس فقط تحمل أمتعة، لكن كانت تحمل داخل هذه الحقائب الكثير من التجارب. طيب، نحن كأسرة أو كأولياء أمور وكمربيين أثناء فكرتنا للهجرة، هل ودعنا في اعتباراتنا نحن نهاجر ماذا عن المنطقة أو البلد اللي نحن نهاجر فيه؟ دي كانت من الأسئلة الكبيرة جدا. هل فعلا نحن كنا على استعداد تام ونحن نهاجر؟ طيب، هذا طبعا الجانب الاستعداد يشمل ما يتعلق بالأبناء ويشمل ما يتعلق بنا نحن الكبار. طيب، نأتي الآن الأبناء اللي هم يعانوا وتواجههم كثير من التحديات، كثير من ضغوط الحياة. ما هي هذه التحديات؟ وعلى لسان الطلاب والطالبات وأبنائنا والشباب والشابات، حتى الصغار على فكرة، يعني كان هذا الحديث معهم وهم يعبروا عن تحدياتهم. أوائل هذه التحديات كانت هي تحدية الهوية. يعني كثير من الطلاب والبنات يقولوا إحنا ما نعرف من نحن، هل نحن مثلا هل نحن ننتمي لهذا المجتمع، هل نحن جزء من هذه المكون الاجتماعي، أم نحن لنا هويتنا الخاصة. وهذا طبعا يمكن ده موضوع من المواضيع الكبيرة جدا، والآن دخلت فيه الهوية بكل ما تحمل كلمة الهوية، اللي أصبحت الآن أكبر التحديات اللي ليس فقط للأبناء ولا للأولياء الأمور، حتى على مستوى المجتمعات، على مستوى المؤسسات. تحدي آخر هو الانتماء. لمن ينتمي هذا الطالب؟ لمن ينتمي هذا الشاب؟ لمن تنتمي هذه الفتاة؟ يعني هل هي تنتمي لأسرتها؟ ومعنى الانتماء نقصد به
إنه يشعر هو جزء أو هو يعتبر هو واحد من أفراد هذه الأسرة. يشعر الشاب والشابة، ويشعر هذا الطفل يشعر أنه هو جزء من هذا المكون الاجتماعي، يشعر بأنه منتمي للمنطقة اللي يعيش فيها، ينتمي للأصدقاء، ينتمي للبيئة المدرسة. هذه واحدة من أكبر التحديات اللي يشعر الطالب أنه فقد الانتماء، فقد الهوية للبلد المضيف. العنصر الثالث أو التحدي الثالث هو اختلاف الثقافات، اختلاف العادات، اختلاف القيم. الطالب أو الشاب أو الشابة، نحن طبعا من أنا أقول الطالب والطالب يعني يمكن أقصد به جميع أبنائنا بمختلف مراحلهم العمرية، ويشعر بالاختلاف العادات والتقاليد. يمكن هو في زيارة لصديقه النرويجي، السويدي، الكندي، الأمريكي، الأسترالي، أي كانت هذه الدول، يشعر الطفل إنه في أشياء مختلفة ما بين ما يحمله هو داخل أسرته الصغيرة وما بين اللي موجود خارج. فهذا يعتبر نوع من زي ما هو الكروس كالتشر، اللي هو اختلاف الثقافات وصراع الثقافات، اللي أحيانا يشعر فيه بإحساس بغربة داخلية الطفل. من التحديات الكبرى كذلك هي حاجز اللغة، خاصة في أثناء الهجرة. إذا كان الأبناء هم في أعمار متقدمة ما فوق 14 من سن المراهقة، بتواجه الشاب والشابة في هذه المرحلة حاجز اللغة. يعني هو يأتي يعني مثلا لدولة من دول المهجر ويكون عنده مشكلة يعني عدم إجادته للغة، وبالتالي بتكون هي سبب من أسباب عدم التواصل مع الأقران، عدم التواصل مع الأصدقاء، وتسبب كذلك يمكن في تدني مستوى التحصيل الدراسي. دي يمكن أثبتته كثير من الدراسات. واحدة من أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي بتكون هي اللغة. ده اللي أنا اكتشفته أثناء موضوعنا في موضوع تحضيري للدكتوراه. فالطالبات هم مستواهم ممتاز جدا وكانوا في مرحلة الثانوية. المشكلة في تدني التحصيل الدراسي من خلال الدراسة التجريبية اللي أنا أجريتها، كانت مشكلة اللغة، وما كان يجيدوا اللغة الإنجليزية، خلفيتهم لغة عربية، وعندهم يعني يمكن من الحصيلة العلمية يعني يمكن مستواهم يعتبر ممتاز وجيد جدا، لكن الإشكالية كانت في مشكلة اللغة. فالطالبة ما تستطيع أن تعبر في مادة ما باللغة اللي هي تعتبر بالنسبة لها لغة جديدة. والتمكن من اللغة أكيد هي مسألة عملية تراكمية، تأخذ وقت، تأخذ زمن، تأخذ جهد، وتأخذ استعداد من الطالب نفسه ومن الأسرة. نأتي لتحدي آخر هو موضوع التنمر، موضوع اللي هو العنصرية. يشعر أحيانا هذا الموضوع ليس فقط في الدولة المضافة أو في البيئة الجديدة، أحيانا نحن نشعر بهذا التنمر، بهذا التميز حتى داخل أسرنا، حتى داخل مجتمعاتنا، حتى داخل المجتمعات اللي نحن يمكن كلنا نعتبر مسلمين، لكن يظل هنالك هذا نوع من السلوك الغير محبب، أو السلوك اللي يعتبر من السلوكيات الاجتماعية اللي تكون هي تؤثر في نفسية الطفل، في شخصية الطفل وتقديره لذاته. أحيانا التنمر أو يحصل حتى من الأقران، يعني من الأصدقاء، من القبيلة. إذا كان قبيلة تختلف عن قبيلة تانية، يشعر الطفل أحيانا يشعر أنه مثلا هذا المكون في نفس من بيئة مجتمع، لكن لما يكون هم مع بعض من قبيلة، من مجموعة واحدة، أحيانا يشعر الطفل من قبيلة أخرى يشعر بأنه هو يعني يتنمر عليه، أو يكون هو يشعر بعدم القبول الاجتماعي. وهذا اللي يسبب بالنسبة للطفل عدم بناء علاقات اجتماعية سليمة، بناء علاقات اجتماعية صحية، بحيث أنه تكون هي سبب من أسباب التوافق والاندماج. أسباب تكون هي أن الطفل يشعر جزء من المكون الاجتماعي، يشعر بالراحة النفسية، وهذه من احتياجاتنا حقيقة. ناهيك عن الطفل، حتى نحن الكبار لو شعرنا في مجتمع غير مرحب بنا، مجتمع يعني نشعر فيه بالعنصرية، بالتميز، أكيد حيكون شعور رد الفعل الطبيعي النفور من هذا المجتمع.
هذه تعتبر من التحديات. كذلك تحدي آخر اللي هو الفقد المركب، وأنا سميت الفقد المركب حقيقة وأنا أحضر لهذه المحاضرة أو لهذه الحلقة كنت في لقاء مع أحد الأخوة الموجود في دول، واحدة من الدول الأوروبية، فيقول لي أنا بنتي كانت تدرس في مرحلة يمكن هي يعني تولدت في هذه الدولة واندمجت، هي صغيرة، لكن يعني تظل هي تشعر بأن هي ما تنتمي انتماء كامل لهذا المكون، أو هي ما تشعر أن هي فعلا مثلا نفترض ما تشعر 100% أن هي فرنسية أو نرويجية أو سويدية. هذا الشعور موجود، لكن في فترة في سن الطفولة المبكرة استطاعت أن تندمج مع صديقاتها وبدأت تدرس. تأتي مرحلة المراهقة، وهو يحكي يعني يقول في مرحلة المراهقة حصل إنه هي في البداية كانت مع هذا المكون اللي هو البلد المضيف. في مرحلة المراهقة تبدأ هي طبعا مرحلة فيها تغيرات كثيرة جدا، تبدأ فيها تقدير الذات، يبدأ فيها الهوية بشكلها الكبير والواسع، تتشكل عند الطفل أو عند الشاب هويته ويبحث عن من هو. ففي يقول في مرحلة المراهقة أصبحت بنتي هي أولا فقدت سابقا مكونها الاجتماعي الأصلي اللي هي بيئتها الأصلية. في مرحلة المراهقة فقدت أصدقائها اللي تربت معهم من البلد المضيف، فأصبحت هي الآن تعاني من فقد مركب، وهذه مسألة حساسة جدا. إذا لم نحن كأولياء الأمور ندعى في حسباننا، ندعى في اعتباراتنا، ندعى في خططنا، طيب ماذا في المرحلة اللي بعدها لابني؟ ماذا حيحدث؟ إذا في كل مرحلة نمو، في كل مرحلة تغيير يحصل للطفل، لابد أنا كوالدة كوالي أمر لابد أنا أدع في اعتباري ما هي الآلية اللي حيكون فيها يتعامل مع هذا التغيير. هذه تعتبر من التحديات الكبيرة جدا. الاستعداد ليس فقط من قبل الطفل أو الطفلة أو الشاب والشابة، لكن الاستعداد في المقام الأول يأتي من قبل الأسرة. تحدي آخر اللي هو الشعور بعدم الحماية النفسية، الشعور بعدم الحماية الاجتماعية، الشعور بعدم الحماية الروحية اللي يقدر الإنسان يأمن فيه في كل هذه الجوانب. الحماية لما نحن أقصد يعني أشعر بالحماية إذا أنا تعرضت لأي مشكلة، أشعر بالضغط النفسي، أشعر بنوع من القلق، أشعر بنوع من الإحباط، أشعر بنوع من الكآبة أحيانا يعني يشعر فيها الإنسان لظرف ما، لحدث ما، لأزمة ما، فأجد أنا من هو الذي يحميني، من الجهة التي تحتويني وأنا بهذا الشعور في هذه الحالة النفسية. هذا واحدة من التحديات الكبيرة جدا، ونتيجة لغياب مؤسسات. يعني أشعر أن أنا أجد بعدم الحماية، ويعتبر تحدي كبير جدا لأنه ما يجد هذا، ما في جهة مؤسسة أنا توفر لهذه الحماية اللي تعتبر يمكن من الأشياء الأساسية. ونجد أنه مثلا الآن في المدارس، معظم المدارس خاصة المدارس الانترناشونال، المدارس العالمية، يكون عندها مرشد نفسي، مرشد اجتماعي، ويكون دور هذا المرشد أنه يقدم هي الخدمة النفسية والاجتماعية للطالب. تأتي كذلك مسألة التحدي الثاني اللي هي بالنسبة لأبنائنا قضية التواصل مع الكبار، قضية موضوع زي ما تقول الحاصل الجاب ما بين الأجيال، هو الجاب جينيريشن، وأصبح الآن موضوع كبير جدا. ويمكن سبحان الله يعني ما في لقاء، ما في محاضرة وإلا كان هذا واحدة، يعني يعتبر واحدة من الأسباب ومن التحديات الكبيرة. في لقاء مع طالبة أجريته وهي تعيش في UK في بريطانيا، فتقول لي إن إحنا الآن هي شابة ما شاء الله، يعني واعية جدا، متعلمة، مثقفة، ما شاء الله، يعني جدا من الشباب اللي أنا فعلا أعجبت بها من خلال يعني طريقة تفكيرها، أسلوبها، نظرتها للأمور وللحياة. فكانت تقول لي يا دكتورة، هذه واحدة من القصص إن شاء الله، تقول له إحنا عندنا الآن في تواصلنا مع الكبار مسألة عدم التفاهم. يعني إحنا ما نراه، نحن الجيل الجديد قد يكون مقبول عندنا ما مقبول عند جدتي أو خالتي، فأصبح بيني وبينهم التواصل صعب جدا. فيعني متخيلين يعني بصراحة موقف صعب. إذا كنت أنا أجد صعوبة في أن أتواصل مع أقربائي، أتواصل مع أسرتي الصغيرة، فكيف حيكون التواصل مع البيئة الخارجية؟
فنحن نظرتنا للأمور وتقييمنا، لأنه إحنا زي ما ذكرت في البداية حملنا في حقائبنا الكثير من العادات، ما ظلنا إحنا نطبق هذه العادات والتقاليد في إنه أبنائنا لو فعل هذا كل عيب، يعني ما مقبول أي تصرف منهم، يعني إحنا بنرفض إحنا ككبار. ويمكن وقيس على ذلك كثير من المواقف اللي يحصل فيها عدم التواصل ومسألة التفاهم ما بين الكبار والصغار. حقيقة كانت هذه من التحديات اللي أنا ذكرتها، تحديات يمكن الكثير منا ما يسع الوقت نتطرق إليه، لكن أنا حاولت أتطرق لمعظم التحديات وأكبرها، وإن شاء الله يعني يكون نواصل الحديث في حلقتنا القادمة ما يتعلق بجانب الوالدين. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نلتقي في الحلقة القادمة. إلى أن نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا، نتعاون في الخير جميعا، نتكاتف في الحق سويا، ولننشر في كل مكان أخلاقا فاضلة عليا، ولنبذل